القضية أن الكرة كانت ذاهبة من السلام عليكم. الخبير التحكيمي جمال الشريف يكشف مؤامرة الحكم الكولومبي على النصر السعودي بسبب إلغاء هدف كريستيانو رونالدو في الهلال. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. أثار الحكم الكولومبي وليمار رودلان الجدل في مباراة النصر مع الهلال بسبب عدم احتساب هدف كريستيانو رونالدو في مرمى الهلال. فقد دخل على الخط الخبير التحكيمي جمال الشريف وأدلى بتصريحات لقناة الدوري والكاس القطرية وقال: لقد شاهدت هدف كريستيانو رونالدو أكثر من 20 مرة، وكل مرة أسأل نفسي لماذا هذا الحكم الكولومبي لم يراجع هذا الهدف في الفار، فهذا هدف صحيح، وكان يجب على الفار أن ينبه الحكم الكولومبي بأن يأتي إلى الفار ويشاهد هذا الهدف. فهنا نشاهد في هذه اللقطة عند خروج الكرة قبل أن تصل إلى كريستيانو رونالدو، كان رونالدو في موقف صحيح تماما، وكان على خط واحد مع آخر مدافع للهلال، فهذا هدف صحيح في وجهة نظري لا غبار عليه. فالحكم الكولومبي تسرع في قراره، واندهش أن هذا الحكم لا يرجع إلى الفار، فهو لن يخسر شيء، ولكن يبدو أن هناك مؤامرة مدبرة من جانب هذا الحكم الكولومبي. فنحن نعلم جميعا أن حكام أمريكا اللاتينية لديهم أساليب قذرة في بعض الحالات التحكيمية. فالحكم الكولومبي ظلم النصر اليوم أمام الهلال، وأتمنى من المسؤولين السعوديين أن يحققوا مع هذا الحكم بسبب عدم احتسابهم هدف كريستيانو رونالدو. ولكن يبدو أن هناك مخطط واضح من جانب الحكام لمجاملة الهلال من أجل إرضاء بعض المسؤولين هناك. وفي النهاية عزيزي المشاهد، شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.